الحقيقة نحن في جبهة التحرير الوطني عن دار كبيرة وهذا البيت كبير. أنا أتفهم نقد المناضلين وأتفهم حبهم بأن يكونوا مساهمين في الحزب ومرتبطين به. هؤلاء إخواننا شبان عملوا معنا مناضلين لا تجوبهم شائبة، يطالبون أنهم يكونون فاعلين في صفوف الحزب، يطالبون بأن يكونوا معنا في اللجنة الولائية، وهذا أمر وطموح مشروع لكل مناضل وله. أنا لن أتخلى عنهم ولن أمارس معهم لا إقصاء ولا تهميش، ومع كل المناضلين والمناضلات الباب مفتوح، الدار مفتوحة، وجبهة التحرير الوطني ترفعنا كاملين. هذا زخم نفتخر به، ولما نشوف شباب في سن العشرينات والثلاثينات يحبون أن يكونوا في هذا الحزب، فيعني أن الحزب إن شاء الله بدأ يسترجع عافيته. أنا أعدهم أنني سأكون معهم ولن أتخلى عنهم. إذن يا إخواني، هذا اللقاء جدول أعماله هو تنصيب اللجنة الانتقالية. لا أطيل عليكم، ومباشرة أدعو أخي الحاج بيزيد إلى تلاوة أسماء اللجنة، ومازال الخير قدام في الحزب، والحزب يرفع كاع وليداته. كاين لجان تنشأ يعمل فيها المناضلين معنا والشبان والعنصر النسوي، والباب مفتوح. أنا نعاود ونكرر، الباب مفتوح يوميا أمام المناضلين والمناضلات، وأنا نتقبل الغضب تاعهم لما يزعقوا عليا. أنا ما عندي حتى مشكل معاهم، خاوتي ومناضلين معنا وخدموا معنا في هذا العامين، وانا قلت لهم اللي كان في محيط جبهة التحرير الوطني في العامين الاخيرين كله ان شاء الله ستكون عنده مكانته معنا. الجمع الكريم، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، قرار تعيين لجنه انتقاليه للمحافظه بناء على انتخاب الاخ عبد الكريم بن مبارك امينا عاما للحزب في الدوره الاولى للجنه المركزيه بتاريخ 13 نوفمبر 2023. فان الامين العام لجبهه التحرير الوطني يقرر: الماده الاولى: تتشكل اللجنه الانتقاليه لمحافظه الجلفه من الاخوه والاخوات الاتيه اسمائهم: جمال مكاوي، بشير شويحه، عمار قوادري، عدنان كناني، ابراهيم وقيسي، فاطمه الزهراء بن حاتو، مسعود كرمه، مبدوع ربيحه، حسين عماري، حازم بيزيد، احمد العطري، بن يسطور بن داود، عمار قريول، طاهر بن الابيض، ابو الحميد عمور، عمان اسمعان، سليمان شيبور. الماده 2: يتولى الاخ جمال مكاوي رئاسه اللجنه. انتهى قرار تعيين اللجنه الانتقاليه للمحافظه، وشكرا على